ازيكم يا شباب. انا باشمهندسه ساره عثمان، والنهارده هكون معاكم في بارت 2 بتاعت سيشن نمبر 1. مبدئيا هنبدا ان احنا نفتح بقى فولدر جديد. تمام. تعالوا مع بعض نشوف احنا دلوقتي عندنا بروجكت كامل مش عارفين نتصرف او مفتوح او كده. خلاص هنقفلها عادي جدا. تمام. وابدا ان انا افتح الفولدرات بتاعتي عادي واشوف انا عايزه احط الفولدر فين، اعمل البروجكت بتاعي او الهيكل بتاعي فين. وهبدأ أدوس كليك يمين. تمام. هفتح نيو وهدوس نيو فولدر. يلا بينا نشوف. بسم الله شوية كده. نفتح نيو وأعمل نيو فولدر وأسميه سيشن 1 مثلا. كده أنا فتحت الفولدر بتاعي، مفيش أي مشكلة فيه خالص. هبدأ بقى إن أنا أفتح فيجوال ستوديو. طيب أنا كده فتحته عادي خالص، مش أي مشكلة. شوفي أنا قفلته. شوفوا أنا قفلته خالص وبعدين جيت أفتحه تاني من الديسكتوب بتاعي عادي. طيب احنا هنا هقول له open folder بقى. تمام. طيب انا هخزنته فين؟ خزنته في الدي session 1 واقول له select الفولدر بتاعي. كده انا فتحت الفولدر بتاعي اللي هو على الجهاز اللي انا اصلا كريته. تمام. دي من ضمن الطرق بتاع ان احنا نعمل فولدر كامل. وطبعا فولدر غير فايل لان الفولدر هو اللي بيلم مجموعة من الفايلز. تمام. طيب انا دلوقتي هدخل شوية فايلات جوه واقدر ادخل نيو فولدر جوه برضو. بس مبدئي بشكل مبدئي انا بدأت ان انا اعمل فولدر من بره ودخلت بيه ايه الفيجوال ستوديو كود. تمام. طيب نبدأ بقى نكريت فايل بتاع ال HTML. هقول له مثلا عايز اسميها first page. او ممكن نقول main page مثلا. main page. تمام دوت HTML. كده احنا فتحنا اول حاجة خالص في البروجكت بتاعنا. او في الفولدر بتاعنا اللي هي اول صفحة ب extension ال HTML. طيب ايه هو الاكستنشن؟ هو دوت حاجة. تمام. زي مثلا ابسط شيء الصور. مش احنا دايما بنلاقي اسم الصورة جنبها دوت جي بي جي، بي دي اف اكستنشن. فهو ده اللي بيحدد نوع الفايل هيبقى ايه. دي اسمها extension اللي هي .html. طيب ايه اول حاجة المفروض نعملها؟ انها نعمل النستنج بتاع التاجز. طيب يعني ايه nested tags؟ معناها ايه؟ nested tags معناها ان انا ممكن احط tags جوه tags. تمام. tags جوه tags. طيب انا هعمل ايه في مبدئيا كده بشكل مبدئي؟ المفروض ان انا عشان اظبط هيكل الصفحة او ابدأ هيكل الصفحة زي ما اتعلمنا كنا نعمل ايه اول حاجة؟ اول حاجة كنا هنعمل ايه؟ طبعا احنا لسه ما خدناش فكرة الكومنتس او كده. تمام. فاحنا ممكن نعملها بشكل على طول كده. نروح مدين الهيكل كله مع بعض. ليه؟ لان انا منزله اكستنشنز تعمل ده. طيب مبدئيا المفروض ان انا بعمل ايه؟ بعمل اهو HTML basics على طول. ده اسمها nested tag. ليه؟ لان انا ممكن ادخل فيه tags اكتر وبسميه البيرنت. تمام. هنا ممكن add comment. اقول له مثلا انت هتبقى parent. انت البيرنت tag. تمام. ده طبعا مش هينفع يظهر في الكود بتاعي انا بس بشرح. فهنعمل ايه؟ كنترول ظهر. كنترول ظهر اللي هي CTRL وحرف الظهر. تمام. علشان يعمل ايه؟ علشان يبقى comment. نعمل قط هنا ده ونحط هنا زي الفل. مش مشكلة. المهم ايه اللي ممكن اعمله بقى؟ السكوب بتاعي ممكن يبقى فيه ايه؟ اول حاجة بتكون منها الصفحة ايه هي؟ راس الصفحة. بسيطة. راس الصفحة اللي بيكون فيها التايتل بتاعي. هقول له الهيد. هو اصلا هتلاقيه بيكتب معاك طول ما انت ايه منزل الاكستنشنز الصح. تمام. شويه كده هننزل ندخل بالتايتل وكده بس ايه
مبدئيا محتاجين ان احنا نعرف البيزكس. البادي تاج، البادي اللي هو محتوى الصفحة بتاعتي، انا هقسم صفحتي ازاي او هكونها ازاي، ايه الشكل المفروض تبقى عليه، وهكذا. تمام. فاول حاجة مبدئيا احنا بدأنا ايه؟ بدأنا نعمل التاجز بتاعتي بتاعت ال HTML، وجواها الهيد وجواها البودي. الهيد البودي طبعا برضو النستد ايه، نستنج من النستنج تاجز. ليه؟ لان انا بقدر احط فيها كذا تاج، انا هقدر ابني بقى المحتوى بتاعي، احط فيها تاجز كتيره هنعرفها بانواعها كلها عشان نقدر نعمل ايه، نعمل صفحه. بس كده. هو ده كل حاجة عن first part of how to build ال first page بتاعة ال HTML. يعني أو مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم للسايت، بقدر إن أنا إيه، بقدر إن أنا أحطها وهيكلها بالشكل ده. تمام. أحط HTML tag head بعد كده البودي. تمام. طيب هنتكلم بعدين عن، بس بشكل متقدم شوية، عن فكرة الفكرة دي بتاعة ال UTF 8 والفيو بورت والميتا بتاعة النيم، ميتا نيم. وهنتكلم عن التايتل. التايتل بمنتهى البساطة هو تاج بيتحط دايما على في الهيد علشان يظهر لي فوق اسم البيج بتاعتي. تمام. بعد كده هنشوف بقى الفيرجنز بتاعة ال HTML، ممكن نقدر نبحث عليها للمرة الجاية. شكرا لكم.